السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العجيلة. لدغة أفعى ترسل شابا إلى المستشفى قبل قليل. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، نقل شاب في العشرينيات من عمره زوال يوم أمس السبت 14 يونيو الجاري إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس إثر تعرضه للدغة أفعى بدوار بن عيسى التابع لجماعة عبد الغاية الساحل قيادة إيقاون بإقليم الحسيمة. ووفقا لمصادر محلية فإن الحادث وقع في محيط سكن الضحية، حيث بادرت أسرته إلى نقله بشكل عاجل للمراكز الصحية القريبة قبل أن يتحول إلى مدينة فاس لتلقي العلاجات الضرورية. وأكدت المصادر ذاتها أن حالته الصحية وصفت بالمستقرة بعد إخضاعه للرعاية الطبية. ويأتي هذا الحادث في سياق تزايد تسجيل حالات مماثلة بعدد من مناطق الريف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الصيفية. وقد تم تسجيل حوادث مشابهة مؤخرا بكل من جماعة تمروت بإقليم شفشاون وبن جميل بإقليم الحسيمة.